بقيت واعي واعرف، وبقينا نطلع مع النجاده، والي اخو استشهد مع تعيين النجاده، بقى طالع في هذا ووقع من الشحن. فالكل يعني نفس السيناريو اللي بقى في 48، نفس الخطه اللي في 48 قاعده بتطبق اليوم، بس فصل ثاني، يعني زي حلقه ثانيه. هذول عاملينها كيف حلقات، على هو الوضع العالمي، على هو النظام العالمي، على هو القدره، على هو الامكانيات، ومن هذا الكلام. حرب عقائديه من الدرجه الاولى. فاحنا لازم نكون واعيين، يكون كلمتنا كلمه، ما نتهمش انه مثلا حماس هي اللي قامت القيامه. لا، انا مش حماس ولا بايد حدث من التنظيمات، لكن لازم نصحى، لانه هذا بيكون فتنه بيستغلوها اليهود، بخلقوا مشكله بين تعيين فتح وبين حماس عشان يقعدوا يجروا ورا بعض ويرتاحوا ويتفرجوا. وهذول من يوم الله خلقهم مخلوقين للفتنه بين الشعوب وبين الدول وبين العائلات وبين الافراد. هم اجوا وفي نص المسلمين، يعني اجوا قعدوا في نص المسلمين وبيخلقوا المشاكل مع الاسلام. يعني ايش هالتناقضات اللي عايشين فيها اليهود؟ مش فاهم انا. والله ربنا بيستدرجهم لاخرتهم لانهم لا يعلمون، ولو بيعرفوا ايش اللي جريهم وايش اللي حيجرى في الاخر ما قاموا في هالدور كله. وكان افضل لهم السلام، افضل لهم السلام. كان كل الدول العربيه بخشوا تل ابيب وبيطلعوا تجاره وعامه، واستفادوا اكثر من الحروب اللي قاعده فيها موت وفيها قتل وفيها. لا بدهم سلام ولا بدهم حدا يعيش الا هم بس. هذول بحبوا حالهم، بحبوا انفسهم وخلاص.